أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون، وضيفي بالاستديو الدكتور رضوان محمد، اختصاصي بالأمراض النسائية وجراحتها. موضوعنا رح يكون مرتبط بشهر الصيام، شهر رمضان والمرأة الحامل. رح تكون في العديد من الأسئلة المهمة اللي بتخص المرأة الحامل. خلوكن معنا طبعا. رح نطرح العديد من هالأسئلة على الدكتور رضوان. يسعد مساك دكتور، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم، رمضان مبارك عليكم، رجاء وبيروز بي. سرسرة، وشكرا كتير لك دكتور. رمضان علينا وعليكم مبارك، ورجيا رمضان بيروز به. مستمعينا، طبعا مواضيع كتيرة رح تكون بخصوص الأسئلة، كتير رح تكون بخصوص موضوع المرأة الحامل. طبعا اللي حابب ينضم لنا عبر الرقم الأرضي 429 101 هو رقمنا الأرضي، عبر الواتساب 093 82 80 81 4. عبر البث المباشر يلي برات البلد أيضا فيكم تنضموا لنا أي سؤال بيخطر على بالكم بالنسبة لموضوعنا اللي بخص المرأة الحامل وشهر رمضان. دكتور، بداية يا ترى كثير من النساء بتسأل انه هل يجوز للمرأة الحامل انه تصوم، وشو اضرار الصيام على المرأة الحامل؟ مساء الخير، يعطيكم العافية. هو بصراحة إن هذا برنامج مهم جدا، لأن تعرض كثير هالأسئلة هاي، وبصراحة يعني ملخص الحلقة طبعا ما راح نقطع الأمل اكيد. ونهاية. مهم. نحن على وشك إنه نقول إن المرأة الحامل يعني الصوم صعب عليها كثير، تماما. بس هلا تنفصل بالأسئلة اللي أجيت اكيد. طبعا مش تنفصل في حالات خاصة ممكن تصوم، وفي حالات ممنوع عليها الصيام، حتى لما تصوم تكون ضرر عليه وعلى الجنين، ويعني تاخذ ذنوب وآثام بدل تاخذ يعني. وفي بدائل تانية هلا نشرحها اكيد بعد ان شاء اكيد الله باذن دكتور. الله. دكتور، الحالات اللي انتم كاطباء نسائية بتمنعوا المرأة الحامل انه تصوم شو هي؟ هو بشكل عام هلا باعتبارها الجو لسه عندنا جو ربيعي، والنهار لا زال قصير الى حد ما، نعم. وما فيها الحراره زايد، ما فيها التعرق زياده. المرأة الحامل إذا بصحة من الحالة الصحية جيدة، مهم. طبعا لازم أنا أؤكد على تكون فوق 3 شهور، لأنه 3 شهور دائما في إخياءات وفي غثيان، في يعني مهم. اسمها مورينج سيكنس، أصلا مرضانة 3 شهور الأولى. تماما. المفروض بده استخرابه يعني، ثلاث مهم. شهور الاولى تكون تماما. مرضانه اصلا هي. اذا الشهر الرابع فما فوق قبل نهايه الحمل، هالفتره هاي وصحتها جيده، ما عندها مشاكل مرضيه خاصه فيها، مثل السكري الحملي، مثل ارتفاع الشياني، مثل الانسمام الحملي، مهم. مثل وازمات حمليه، او امراض مرافقه اخرى مثلا كوندن تاني ميوسي مخاض مبكر، نعم. ما عندها مشاكل، مهم. وضع صحي كويس، مو توأم، مهم. وفي عندها مجال ترتاح بالنهار، تنام لها ساعة ساعتين ثلاثة، مهم. وتتقيد بالضوابط الضوابط الغذائية يعني، مهم. صح التعبير، يعني انه مثلا تكون الوجبات اللي تروح عليها تعوضها المسويات باعتدال وبتدريجيا. مثلا تاخذ 3 وجبات، الوجبة عند الافطار، وبعد من الافطار السحور تاخذ وجبة كتر سوائل، تاخذ خضروات، وتتسحر متأخرا، يعني افطار مبكر وسحور متأخر ضمن الضوابط هاي، وما يكون في مشكلة ممكن نسمح لها بالصيام بشهر رمضان. وإلا تماما. غير هيك في بقى نحكي لك أكيد الحالات أكيد في الثانية. نعم. المحور الثاني دكتور من الأسئلة إنه ذكرته من شوي إنه الحالات اللي عم تمنعوا منها الصيام، ولكن بأي شهور؟ ذكرتوا إنه من الشهر الثالث. بأي شهور بتسمحوا، بأي شهور ما بتسمحوا؟ هو اصلا 3 شهور الاولى معظم النساء يصير عندهم غثيان وقياء، يعني من مهم. الناحيه الطبيه، كلمات الطبيه هي يعني دائما تراجع، نعم. تستفرغ اصلا، يعني تستفرغ، تفطر لحالها هي، مهم. واصلا عندها تغذيه ناقصه، يعني مهم. يكون عندها نقص وزن، يصير عندها نقص سكر الدم صباحي، يصير عندها وهن عام، يعني هدول فعلا ما يقدروا يصوموا. تماما. هدول مجبورين، حتى احيانا يحطوا لنا سيرومات، يحطوا لنا معالجه داعمه مهم. ومغذيات يعني مهمات غذائيه حتى يمشوا حتى شغل. هدول طبعا السام عليهم صعب جدا. تماما. والاشهر الاخيره نحن نقصد خاصه الاشهر يعني يصير قرب المخاض، هدول اللي عنده مثلا ينزل عليهم فرزات زياده، يصير قرب مساق جيب، يعني ينزل ميه مهم. الراس، او يكون عنده يعني على وشك عنده تقلصات متكرره، هدول طبعا اكيد صعب الصيام عليهم يعني. تماما. تماما. دكتور، المرأة الحامل هل اللي عم تسمعنا، واللي طبعا مقصدنا من هالحلقة انه هي تستفيد من هالمعلومات القيمة اللي عم يقدمها الدكتور رضوان محمد، اختصاصي بالامراض النسائية وجراحتها، انه كيف فينا نحطها بصورة انه كيف بدها تعرف انه ايمتى تتوقف عن الصيام وايمتى تتابع؟ نحن اول شيء في حالات نشرحها يعني اثنين لحالهم. نعم. في حالات نحن بالناحيه الطبيه نسميها مضادات استطباب الصيام، يعني الحالات التي يمتنع عليها الصيام اصلا، مهم. لازم ما تصوم ولا تفكر تصوم.
مثلا واحدة عندها حمل توأمي، عندها ارتفاع ضغط الشرياني، هدول ضغط حملي عندها، نعم. هدول بياخذوا علاجات يومية. هي أصلا إنسانة حامل زائد مريضة. أها. وناحية الشرعية طبعا نحن مسلمين يعني بالإسلام الإنسان المريض أصلا لازم ما يصوم. يعني الإنسان المريض لما يصوم، أحيانا نسمع مريض واحد سكري يصوم، يا أخي والله يعني مكتوب وين من كان مريضا. هلا قبل شوي جا تمام. السيدة كتر خيره يعني أكيد. جا نعم. أخي عبد الكريم محمد نعم. عبد الكريم من جزاه شوي الله خير. جزاه الله خير. هو الشرح يعني الإنسان المريض أساسا لازم يفطر. يعني مهم. الأخذ بالرخص بالدين هو مثل فرض. يعني واحد مثلا مرضان لما يفطر، هل الإفطار تبعه نفسه مأجور، لما يصوم ضرر عليه وياخذ ذنوب بدالها. أكيد. طبعا هذا موضوع شرعي ما أكيد ندخل ما فيه. رح ندخل بس من فيه. الناحيه الطبيه مثلا واحده أها. عندها مثل أختك مرض مرافق، يعني عندها سكري نعم. حملي، عندها انسمام حملي يعني عندها مثلا مرض قلبي مرافق، أيضا عندها سوابق وفيات أجنة متكررة، أمراض عندها غدة أمراض مثلا. غدة الدرقية، تاخذ حبوب. كل واحدة تاخذ حبوب متكررة، حبوب مرضية، يعني حبوب مشان مهم. مرض مرافق للحمل، هي طبعا تمتنع عن الحمل. أكيد. ينضاف إلى كمان المرضى اللي عندهم مثلا تشفاف، اللي عندها سوء سقائط تغذية أصلا، بالكلية عندها مثلا. يعني، أو مرضى اللي عندهم مشاكل تانية خطر على صحتها، هدول أكيد يمتنعوا عن الصيام استسقاء أصلا. الكلية مثلا استسقاء دكتور. الكلية، أمراض الكلية، أمراض الكبد، مهم. بشكل عام إذا مرض مرافق مع الحمل هذا تمتنع عن الحمل. مهم. الحالات الحمل الخاصة كمان اللي تمتنع عن الصيام هي مثلا عندها توأم، عندها ارتكاز مشيمة معي، عندها مشيمة تبعها محل مو مضبوط يعني نازل تحت، مهم. او عندها على وشك انه صاير نزوف سابقه. طبعا اساسا الوحده اللي عم تنزف يعني تسقط عليها صلاه حتى كمان. طبعا. بس في حال يعني اذا صار نزف على مدى فتره طويله، هم بشكل عام نحن نقول المرضى اللي عم تنزف ممنوع تصوم. تماما. واللي عنده انبساخ جيب مياه، يعني اللي تنزل مية الراس معه، هدول يمتنعوا عن الصيام ابدا، يعني لازم ما تصوم. أكيد. دكتور، الحالة اللي عم تسمحوا لها بالصيام، يا ترى شو الأطعمة اللي بتنصحوا فيها أنه تاخدها؟ من شوي تطرقتوا لموضوع أنه تفطر بكير وتتسحر بوقت متأخر. الأطعمة اللي عم اللي بتسمحوا لها للمرأة الحامل أنه تاكلها أو بتحبزوا. صار موضوع الغذاء، موضوع الغذاء احيانا بقى حتى لو نفرض مريضة سليمة وصحتها تمام وما في اي مشكلة وصامت، احيانا بقى موضوع الافطار نفسه هو مرض عند الوقت. يعني كثير ناس عندنا معظمنا يعني بس وقت الافطار تكتر، يعني اللي تشرب سوائل غازيه كثير هذا خطر جدا، يعني مو كويس. اللي تاخذ حلويات زياده، يعني المواد اللي تكتر بكميه الطعام، اكيد رح يصير اضطرابات هضميه، ممكن تعمل مثلا اضطراب هضمي، مع يصير مع اعاقات، اسهالات، يصير حتى ممكن يصير عندها مغص ومخاض مبكره يعني، او يصير عندها مشاكل معويه ثانيه يعني. فلازم يكون مثل ما قلنا من بدايه الحلقه انه يكون الصامت ضمن الشروط اللي ذكرناها، يكون غذاء متوازن، تفطر على تمر، على كاس لبن، تبلش بالطعام تدريجيا، تاخذ يعني وجبه خفيفه بعد شي ساعتين ثلاثه، بس يعني يصير يعني السوائل بجسمها تتوازن. ممكن تاخذ يعني عشاء خفيف، وبين بين العشاء وبين السحور تاخذ لك كمان وجبه خفيفه، وتتسحر ضروري. اهم شيء وجبه السحور لازم تاخذها. نحن نركز على الأطعمة الصحية، يعني تكون في سلطات بيناتها، فواكه، خضروات، رغم ان احنا بنحكي شغلات هلا وضع شعبنا صعب هلا، صح. الله يعينهم يعني، وانا كمان صايم هلا، انت ما حتلاقي افطار ولا شيء، عم تخليني اشتهي يعني. فيعني قدر الامكان الأطعمة الصحية، اكل البيت قصدنا يعني، ويكون منوع. لا شك يكون في شويه بروتينات مثلا، شوي بروتين قدر الامكان، بروتينات لحم، يكون ألياف. بيض، الياف، بروتينات نباتيه. فهذا ضروري يكون منوع على طيله فتره الافطار اللي هي من فتره المغرب للسحور. توزعهم على هالمدى، ما تاخذهم بوجبه واحده لانه رح يصير صعب عليها ويصير عندها اضطراب هضمي ويصير حتى عندك نفس عندها. فتوزعهم على هالفتره هاي على عدد ساعات المساء. تماما. دكتور رضوان محمد، رح نختم لقائنا بموجز لنصائح يعني نعيدها للنساء الحوامل اللي عم يصوموا، للي ما فينهم يصوموا، للي حابين يصوموا أو يستفسروا. طبعا دكتور رضوان رح يختم حلقتنا ولقائنا بمجموعة من النصائح للنساء الحوامل وموضوع الصيام. النصيحة الأولى إنه وحدة حامل لا تصوم إلا بإذن طبيب تبعها. يعني مو كل وحدة حامل لازم، يعني كل موضوع الطب موضوع فردي. نحن بنقول هناك مرضى وليس هناك أمراض، كل مريضة لحالة وضع خاص. تسأل طبيب تبعها، طبيب يعرف وضعها، يسمح لها ولا يسمح لها. الناحية انه المرأة الحامل اذا في اي مشكلة فيها تأجل الصوم تبعها لبعد الولادة وتقضيها بفترة الشتوية. يعني اساسا النساء كيف من هالناحية يعني، نعم يعني. وانا احيانا كمان تركت موضوع الدورة، انا اتعجب احيانا كثير اخواتنا النساء يعني يجوا يقولوا بدها تأجل الدورة. يا الله اعطاكي هالفرصة استراحة يعني، إجازة أثناء الصيام، بدهم ياخذوا الدواء طول فترة الحمل، هاي فترة الصيام. هذا كمان أنا ما أحبذها كثير، بس يعني
نضطر احيانا نكتب للمرضى الدواء يقطع الدوره كامل فتره الصيام. تماما. مثل ما قلنا موضوع الغذاء يكون غذاء صحي متنوع، تستريح لها ساعتين بالنهار، ويكون في اي مرض مرافق تمتنع عن الصيام. واذا صار معها شيء مشكله وهي صايم، مثلا صار عندها اغماء، صار معها هبوط ضغط، صار معها عندها الشحبول يعني معدة جبول يعني تجففت، او صار عندها يعني احيانا في يصير رؤيه ضبابيه، اي عرض اخر عندها اثناء الصوم حتى وهي صايمه ولو قبل المغرب لازم تفطر. اذا صار عندها اي مشكله يعني مو صامت لازم تكمل للاخير، دين يسر هاي. تماما. وكمان نختم موضوعنا انه الصوم والصلاه هي عبادات، يعني أكيد. عبادات بين الانسان وبين ربه، بس يضل المهم هو تعامل البشر مع بعضهم ومساعدتهم لبعض. يعني المراه الحامل ممكن مثلا لما تطبخ لاهلها هذا كله ثواب واجر. نعم. لما تكون كل تحكي كلمه طيبه مع اهلها مع صديقاتها، اذا حدا زعلان من حدا وحدا زعلان منه، يعني الصلح هذا كمان هذا الثواب، هذا كمان اجر يعني. تتصدق على الفقراء، اذا تعمل طبخه تعطي لجيرانها، يعني هاي كلها امور خير، وهاي امور كمان يعني عبادات ربما والله اعلم يعني تكون يعني لها ثواب اكثر من انه واحد يصوم وهالصوم هذا مو فرض عليه، او تماما. هالصوم هذا يزيه. تماما. بنهاية اللقاء هذا بتشكر كثير الدكتور رضوان محمد، اختصاصي بالأمراض النسائية وجراحتها، على هالمعلومات القيمة. للأسبوع القادم وحلقة جديدة وضيف جديد، تضلوا بخير وسلامة.